النهاردة بقى هنسميه يوم ايه؟ اقتصادي شعبي توفير. هعمل معاكم النهاردة يوم حلو قوي، فطار خفيف ولذيذ. نفصل بيه كام يوم رمضان دول ونريح معدتنا شوية. هعمل معاكم النهاردة اكتر من صنف بساط جدا وسهلين جدا، وده اللي انا كنت بقوله لكم من قبل رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبدأ معاكم بالوصفات الخفيفة. هعمل الأول بانيه البتنجان، البانيه الاقتصادي. آه الطريقة دي حلوة جدا للبتنجان، بتخلي طعمه خطير جدا، وفي ولاد بيحبوا الطريقة ديت بيها البتنجان. يعني ما كانوش بياكلوا البتنجان، ولما اتعملت الطريقة دي بقوا يحبوا. حطيت ايه؟ بضاية حليتها ب4 معالق من المية، ومعلقتين كبار من الدقيق، ملح فلفل اسود وبابريكا. وقلبت الخليط ده كويس جدا. معايا البتنجان متقطع ومرشوش عليه ملح ومشطوف كويس. هناخده بقى نحطه في الخليط اللي قدامنا ده، وهستعمل زي ما بستعمل البانيه بالظبط. تمام. الاول كنت بعمل فكرة البيض بلبن، وبعد الدقيق والبيض ولبن، وبعد كده البقسماط، لكن لقيت ان الفكرة دي احسن كتير وبتوفر وقت ومجهود. هنزل البتنجان بتاعي. بصوا السمك بتاع البتنجان عامل ازاي. اختار البتنجانة تكون خفيفة لونها غامق، الفتحة التقيلة بيبقى فيها بذر كتير. وبعد كده هخلفه بالبقسماط. هعمل معاكم كمان سلطة زبادي سلطة بطاطس بالزبادي والمايونيز. عندي هنا البطاطس مسلوقة. بصوا بقى القوام بتاع الزبادي بتاعي، حاجة كده جميلة. هاخد معلقتين كبار من الزبادي، معلقة كبيرة من المايونيز، حط عليها بقدونس مفروم، والبطاطس معايا هنا مسلوقة ومتقطعة مكعبات، ملح فلفل اسود وبابريكا. لو حابة تحطي فص ثوم بيبقى حلوة جدا، لكن انا بحط عملتها خفيفة علشان الصيام. وهحط 3 أو 4 معالق من زيت الذرة، وهقلب الدريسنج بتاع السلطة كويس جدا، وهنزله على السلطة بتاعتي. وكده تبقى سلطة البطاطس خلصت. عشان انا الاقي البطاطس ماسكة نفسها ومكعباتها حلوة كده، بسلقها بقشرها وبعد كده بقطعها بالسكين، عشان كمان ما يبقاش فيها نسبة مية. وكده يبقى اول طبق معانا خلص، وتاني كمان طبق. تعالوا بقى، فاكرين التونة اللي احنا عملناها في تجهيزات رمضان؟ اهي نفعت النهارده. طعمها كان خطير جدا، تحفة. لا هي حادقة ولا هي دلعة. اللحم بتاعها احمر ولونه جميل جدا وفاتح. بصراحة تونة فعلا انت متأكدة ان السمك نظيف وحلو، متخزن بطريقة كويسة جدا، ويقدر يقعد معاكي بالطريقة اللي احنا خزناها فترة كبيرة جدا. لو حابين تشوفوا الفيديو ارجعوا للحاجات بتاعة تخزين رمضان، هتلاقوا الفيديو بتاع الطحينة والتونة الاتنين مع بعض. بصوا لونها فاتح وجميل ازاي. هحط عليها شوية بابريكا مدخنة وكمون وملح، مش هحط اكتر من كده. في المعتاد انا ساعات بحط لها بصلايه حمراء بتبقى متقطعه صغير جدا، وبحط فلفل حامي، لكن انا بما ان معدتي تعباني الفتره ديت، يعني بحاول اقلل من الحاجات اللي تتعب زياده. ده كده البتنجان بتاعنا بعد ما اتقلى. بطاطس محمره، سلطه بابا غنوج، سلطه البطاطس بالمايونيز والزبادي، شويه بقى جرجير وخس، واكله تمام تمام تمام. وصفتنا النهارده كانت بسيطه وسهله، اتمنى ان انتوا تجربوها.